في الفيديو ده هقولك على شوية حاجات انا فهمتهم متأخر وكنت اتمنى ان حد يقولهم لي من بدري وانا صغير. اول حاجة انك تستثمر في نفسك، ودي مش معناها انك تروح تقرا كتب وخلاص، لا، انك تفهم نفسك، تفهم دماغك بتميل لايه، ايه الحلو فيها، ايه مميزاتك، ايه عيوبك، تنزل تتعامل مع الناس، تشوف الدنيا رايحة فين وجاية منين، تتعلم حاجات فعلا تفيدك لبعدين، لان دي الحاجة الوحيدة اللي هتوفر عليك مشاكل كتيرة في السنين الجاية. لو انت مثلا كنت هتقع في 10 مشاكل، بعد ما تعمل ده كله وتستثمر في نفسك وتفهم دماغك وتعرف انت بتميل لايه ومش بتميل لايه وايه نقط قوتك وايه نقط ضعفك، كل ده اعتقد مش هياخد مثلا معاك 3 4 مشاكل من اصل 10. هل انت هتمنع المشاكل؟ مفيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها انك تقلل. تاني حاجة، ودي انا ما بعملهاش لاسباب معينة ومش بميل ليها، بس انا هقولها لك يمكن تفيدك. لو انت قادر تتجوز بدري بدري اعمل كده، حتى لو انت 18 سنة، حتى لو انت 20 سنة، طالما قادر تفتح بيت ودماغك شغالة وكده، اتجوز. لسبب، لان هي هتشجعك. طبعا انت هتاخد واحده كويسه وكده، وفي بنات كويسه والله تمام. فانت لما تتجوز واحده كويسه، كفاءه مخك هتبقى احسن، المود معاك هيبقى اجمد، وهتوفر عليك حاجات كتير، فبالتبعيه هتنتج احسن. انا كاحمد مصطفى مش بحب الاستراتيجيه دي، بحب ان انا اعمل الحاجه الاول وبعد كده اتجوز. بس انت لو لاقي نفسك في الحاجه دي اعملها، في كده وفي كده. تالت حاجة، انك تقع في حب التمرين بدل ما تقع في حب البشر. انت مش مطلوب منك تروح تشترك في جولدز، في ان انت تروح تشترك في جيم اشتراكه ب50,000 وتتمرن 50 شكل وتاكل مش عارف ايه وتشترك مع كوتش مين. انت مش مطلوب منك كل ده. في بعض الاحيان انك تتمشى شوية، تتمرن تمارين مثلا مقاومة حاجة بسيطة كم مجموعة وتروح، اعتقد ده هيكون كفاية. انت كل اللي مطلوب منك توصل الدم لجسمك كله. تمام. عايز تبني بقى كتلة عضلية، تزود التست اعلى، تاكل بقى احسن، تتمرن مع حد، لو انت عندك الوقت تعمل ده اعمله، ما عندكش مفيش مشكلة، مش مطلوب منك كل ده، لان كده كده مع الوقت جسمك هيتطور. فانت مش مطلوب منك كل اللي انا قلته لك، انت بس مطلوب منك تحرك جسمك، توصل الدم لعضلاتك، تبني كتلة عضلية بسيطة، بس مش مطلوب منك حاجة تانية. الحاجة الرابعة انك تحوط نفسك بناس هيدفعوك لقدام في الحاجة اللي انت عايزها. مش بتكلم كفلوس ولا تمرين، انا بتكلم في اي حاجة عموما. لو انت الناس اللي انت وسطهم دلوقتي مش بيسيروك للحاجة اللي انت عايزها، شايف ان هم بيعطلوك عن الحاجة اللي انت عايز توصل لها، مش شايف منهم الحاجة النتيجة اللي انت عايزها، فانصحك ان انت تدور تاني. انزل اماكن ودور وتعامل مع العقلية دي والعقلية دي، وروح هنا. انت عايز مثلا تبقى كوتش في جيم في المستقبل، صاحب ناس بتروح جيم، هما اللي هيفيدوك فعلا في المرحله دي. مش بالضروره يبقى هما كوتشز برضو في الجيمات، لا خالص، ولا عندهم خبره ولا ده هدفهم، بس حاجه تستفاد منها. انما ما تروحش تصاحب لي اي حد وخلاص، ايه ده واحد على القهوه اما اروح اقعد معاه وخلاص. هو عادي، انا بعمل كده على فكره، بس ما تخلوش محور حياتك، لان انت لو تحت سن ال 25 سنه فانت محتاج الناس اللي تكون شبهك او شبه الحاجات اللي انت عايز توصل لها بعدين. ما تغلطش الغلطه دي وتروح تصاحب اي حد عمال على بطال وتنجذب له وتديله اسرارك وتعمل كل، انت ما ينفعش تحكي اسرارك اصلا. بس بتكلم في المبدأ عموما، انك انت تقعد في كوميونتي يعني ايه دماغه زيك، دماغه زي الحاجه اللي انت ناوي توصل لها، مش بالضروره 100%، بس على الاقل في جزء هيفيدك منهم. خامس حاجه وهي النوم. انا مش ندمان في حياتي قد ما انا ما كنتش بنام كويس، لان لحد دلوقتي بقى اكتر من 3 سنين يعتبر مظبط نومي وبدفع التمن ده دلوقتي. مش بالضرورة تبقى حاسس بيه، بس في علامات ظهرت عليا بسبب قلة النوم، مع ان انا لسه يعتبر 25 سنة. انا عارف انك ممكن تنام ساعة واحدة وتكمل باقي اليوم وعقلك شغال بكفاءة عالية والدنيا جميلة وكل حاجة، بس صدقني انت ده مش هتشوفه دلوقتي، الحاجات دي هتشوفها بعدين. لما توصل بعد ال30 هتعرف نتيجة اللي انت عملته ده ايه، وهتعرفه بالطريقة الصعبة. لازم تدي اولويه للنوم، حتى لو انت 30 سنه دلوقتي، 50 سنه برضو لازم تعمل اللي انت تقدر عليه دلوقتي، وتدي جسمك مش اقل من 7 ساعات يوميا. مش هجبرك ان انت تنامهم بالليل، بس على الاقل ما يكونش متقطعين. يا عم هتنام الساعه 7 الصبح تصحى 3 العصر، يعني الثمان ساعات 7 ساعات تنامهم متواصلين على الاقل يعني. دي اهم حاجة لازم تعملها في حياتك، هي النوم حرفيا، لان التست عندك بيزيد لو انت بتتمرن، الريكفري بيتم في النوم، عقليتك بتبقى احسن كفاءة لما بتنام كويس، كل حاجة النوم بيتحكم فيها، هو مصدر التعافي بتاعك. سادس حاجة انك تكون حريص مع الحاجة اللي بتدخلها جسمك، خصوصا لو حاجة صناعية، يعني هي كانت طبيعية وبقت صناعية، زي النيكوتين، الكافيين،
القهوه الزياده مثلا، البيبسي الزياده. في ناس بتقول لك ايه المشكله؟ البيبسي بيعمل هشاشه عظام، السجاير مش عارف. هي المشكله مش في الحاجه نفسها، هي كده كده بتضرك تمام، بس النيكوتين الزياده، الكافيين الزياده هيعودك زي البري ورك اوت كده بتاع الجيم. حرفيا كل دي ما هي الا دمار لجسمك، ومش هتشوف نتيجتها برضو دلوقتي، هي مع النوم هتشوفها بعدين. صدقني انت مش محتاج عشان تتمرن تاخد كوبايه القهوه بتاعتك، الموزه، المش عارف ايه، شويه البيب، اي حاجه. ما ينفعش انت تعمل كده. ده ممكن مثلا في حاله ان انت خلاص جايب اخرك يوم يومين ثلاثه بس، والاحسن ما تعملش كده. انت جسمك تعبان، انت رايح تديله حاجه عشان يستحمل. على فكرة تقدر تعمل نتائج احسن من اللي انت عملتها بان انت بتاخد كافيين زيادة او نيكوتين زيادة والكلام ده تمام. مش هقولك امنعها لان ده هيكون صعب، بس قللها عادي، مرة في اليوم، مرة كل يومين، مش كل شوية، مش كل قبل ما تروح تتمرن لازم اخد البري ورك اوت بتاعي، يعني ده مش منطقي برضو. الحاجة السابعة انك تهتم بمنظرك، او بمعنى اصح تهتم باللبس بتاعك. مش بقولك روح اشتري اوتفيت قد كده، لا خالص، هات حاجات سيمبل عادي. انما ما تروحش تضرب لي الوان فاقعه والحاجات الغريبه اللي بنشوفها اليومين دول، وتخلي الناس تاخد عنك فكره مش كويسه. حتى لو انت غيرت الفكره دي، طب انت ليه اساسا تعمل كده من البدايه؟ البس لبس سيمبل يا عم، انا هقول لك تيشيرت اهو في مثلا لوجو خلاص. انما ما اروحش اجيب مثلا هنا اخضر، هنا احمر، هنا ازرق، اصبغ شعري مش عارف ايه، اعمل إيه. خليك طبيعي يعني. صدقني الانطباعات الاوليه بتفرق يعني فوق ما انت متخيل، والطريقه اللي انت بتظهر بيها ومن كلامك ومن لبسك ومن ريحتك ومن هيئه جسمك بتفتح لك ابواب بناء عليها. يعني مش طبيعي مثلا مدير بنك ناوي يوظفك معاه مثلا يعني، او يشغلك في الشركه عنده او اي حاجه، وشايفك لابس لبس عرايس الجنه والحاجات الغريبه اللي احنا بنشوفها الايام دي، ومش هيغير فكرته عنك. خلاص انت لو اذكى واحد في الدنيا مش هياخدك برضو. تامن حاجة، لو انت عندك حاجة توفر لك وقتك حتى لو بالفلوس، بس ده هيجيب لك عائد تاني، اعملها. زي مثلا انت بالنسبة لك في حاجات سهلة بتعملها، لو انت شايف ان في حد يقدر ينجز لك الحاجة دي وانت بنفسك لما توفر الوقت ده لحاجة تانية احسن، اعمل كده مش مشكلة. انا ساعات والله حاجات تافهة بمعنى الكلمة بجيب ناس تعملها لي مش مشكلة، والوقت اللي انا كنت هعمل فيه كده او المجهود اللي كنت هحطه في الحاجة دي احطه في حاجة تانية، الموضوع هيبقى عائد ليا انا في الاخر، وفي نفس الوقت فتحت باب رزق الواحد ياكل عيش، والله واحد او واحدة ما هتفرق تمام، وفي نفس الوقت انت استفدت. وما تنساش حاجة، كل ما انت بقى عندك وقت للحاجات المهنية اللي انت بتحبها او اللي انت عايز تتعلمها، كل ده ما هيكون افضل ليك. دي الحاجات اللي انا كنت اتمنى اعملها من كام سنة فاتوا. انا الحمد لله لسه ما عدتش اصلا ال30، بس لحقت نفسي بدري. بس لو انت تحت ال20 تحديدا اهتم بالحاجات دي، لان الحاجات دي اكتر من نصها اتجاهلتها وكنت فاكر ان انا صح وان انا كده بشغل دماغي، والموضوع جه على دماغي في الاخر. مش هقولك ان انا اتضريت، بس ما خدتش اقصى استفادة. ولازم تفهم ان بعد ال30 فرصك مش هتكون سهلة زي ما انت عندك 20 سنة، فحاول تستغل كل ده دلوقتي عشان ما تجيش تندم بعدين.